اول لما اسنانك بتوجعك هل بيكون اول حاجه بتعملها ان انت بتاخد مسكنات ومضاد حيوي؟ طب هل فعلا المسكنات والمضاد حيوي هو العلاج المظبوط ولا ده يعتبر بس حاجه مؤقته بتسكن الالم؟ اول سؤال هنساله، هل الادويه هي العلاج لوجع الاسنان؟ الاجابه باختصار لا. الادويه تعتبر حاجه مؤقته جدا ان هي بتعمل التسكين للالم او بتقلل الالتهابات بشكل مؤقت، لكن العلاج الحقيقي بيكون فعليا عند دكتور الاسنان على حسب السبب. يعني مثلا تسوس محتاج حشو، لكن لو عندك خراج بتحتاج مثلا تعمل حشو عصب او تخلع السن. لكن لو مثلا عندك التهابات لثه او نزيف للثه او رائحه فم كريهه فساعتها بتكون محتاج تعمل تنظيف عميق للاسنان. يعني باختصار شديد الادويه عمرها ما هتعالج التسوس ولا تشيل الخراج ولا حتى تعمل لك تنظيف للاسنان. رقم 2، ايه هي انواع الادويه اللي بتتوصف في مجال طب الاسنان؟ رقم 1 وهي البين كيلرز اللي هي تعتبر المسكنات. من فوائد المسكنات اللي هي تسكين مؤقت للالم وبرضه بتعمل تقليل للالتهابات، لكن الضرر اللي ممكن يحصل لو اخدت منها بزياده وبدون وعي ان هي تعمل لك مشاكل في المعده او الكبد او الكلى. رقم 2 الانتيبيوتكس او المضادات الحيويه، دي بتتاخد عشان تقاوم البكتيريا او بتحارب البكتيريا اللي بتبقى موجوده في الجسم. فمثلا بتتاخد لو عندك خراج او عندك التهاب حاد او شديد جدا، فساعتها بنضطر ان احنا نكتب مضاد حيوي. لكن الضرر بتاعها لو اخدتها بكميه كبيره او بافراط او بطريقه غير مدروسه او بدون وعي ساعتها بتاثر عليك سلبي، لان هي بتعمل لك مقاومه للبكتيريا وبتخلي المضاد الحيوي لما بتيجي تاخده ما بيعملش التاثير الفعال اللي احنا كنا مفروض بندي المضاد الحيوي ده على اساسه. مجالنا طب الاسنان بنكتب مسكنات وبنكتب مضاد حيوي، لكن مش في كل الاوقات بنكتبها له. عشان كده العلاج بتاع المسكن والمضاد حيوي في مجال طب الاسنان مش لازم ولا شرط ان احنا ناخد بعد كل حاجه بنعملها في طب الاسنان مضاد حيوي او مسكن. خلاصه ان الادويه في طب الاسنان مجرد مسكنات او مساعدات، لكن ما بتعتبرش العلاج النهائي. وبرده المضاد الحيوي مش لكل الم، ولو استخدمته غلط جسمك هيبطل يستجيب له. يعني لو في الم الحل مش في الصيدليه، الحل عند دكتور الاسنان. ما تاجلش زياره الدكتور، الادويه ممكن تريحك ساعات لكن المشكله هتفضل موجوده وبتكبر. كل ما رحت بدري العلاج هيكون ابسط واسرع وارخص. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ولو عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات. نشوفكم على خير.